هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة بقى من الوصفات اللي خلاص احنا مش قادرين نقف في المطبخ كتير. الجو حر، يعني عاوزين حاجة نتبلها ونحطها في الفرن على طول وفي نفس الوقت تكون طعمها حلو. وجبة متكاملة كده لذيذة مع صوص كمان خطير. هنعمل النهاردة تشيكن وينجز بجد خطيرة مع الصوص، وكمان هنعمل بطاطس ويدجز. بجد وجبة متكاملة وحلوة قوي وبتنفع كده كسناك. خصوصا ان انا في الصيف ده بحب اقدم وصفات تنفع على البحر، تنفع ينفع ناخدها معانا على الشط كده، نسافر بيها كده. بجد بتكون سهلة وحلوة قوي، ومن الاكلات كمان اللي بيكون طعمها حلو. يعني المشويات بالتتبيلة دي مع صوص كده بجد بتكون لذيذة. البطاطس ويدجز والتشيكن وينجز بجد خطيرة خطيرة، وكمان مش تاخد وقت. احنا بنتبلها ونسيبها في التلاجة، وقت ما نكون عاوزينها بنحطها في الفرن وبس كده. بنقدمها مع مكرونة او مع سلطة وبتكون بجد خطيرة. يلا نشوف اول حاجة التتبيلة. تتبيلة التشيكن وينجز معايا معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسمر والبهارات والزعتر والتوم باودر والبصل باودر والبابريكا والكاري والسماق. هضيفهم كلهم، كل التوابل معايا، ومعايا معلقة كبيرة من الزيت علشان تطري معايا يعني الفراخ. ومعايا معلقة كبيرة من الباربيكيو صوص، ودي اللي بتدي الطعم في حتة تانية خالص. طعم التدخين ده خطير، تقدروا تستغنوا عنه، بس هي تشيكن وينجز يعني باربيكيو صوص. ومعايا معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هقلب التتبيله دي كلها كده مع بعض كويس قوي لحد ما ادخل التوابل كلها مع بعض وخلاص. معايا بقى تقدروا تستخدموا اي قطع من الدجاج. تقدروا تستخدموا، انا استخدمت وينجز علشان انا بحبها مشويه قوي بصراحه. تقدروا انتوا تستخدموا دبابيس، تقدروا تستخدموا اي قطع من الدجاج براحتكم، اوراق او صدور، عادي جدا.